جمهور الأهلي العظيم، صباحكم كله خير وسعادة إن شاء الله. تعال ناخد شوية أخبار على السريع. مباراة اليوم الأهلي والبنك الأهلي في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسة المرحلة النهائية، وكل الأهلاوية بتقول يا رب الدوري أهلاوي. قائمة الأهلي لمواجهة اليوم موجود فيها الساعي ووسام أبو علي. حراس المرمى الشناوي شوبير مخلوف. الدفاع هاني وداري وياسر ومعلول والعش وخالد وكوكا. الوسط السولية وإمام وندفيد وقفشة ومروان وأكرم والساعي وبن شرقي وطاهر والشحات. الهجوم وسام وجردشار. في حالة فوزنا على البنك النهاردة بإذن الله مع تعادل أو هزيمة بيراميدز أمام بودرجيت، سيتوج الأهلي رسميا بلقب الدوري المصري للمرة ال45 في تاريخه إن شاء الله. وسام أبو علي يعلن جاهزيته لمباراة البنك الأهلي بعد مشاركته بشكل طبيعي في مران الأمس. محمد هاني يقترب من المشاركة أمام البنك الأهلي بعد تعافيه من الإصابة، قرار المشاركة في إيد عماد النحاس. محمود ناجي حكم مباراة الأهلي والبنك الأهلي. الأهلي يدرس تأجيل الإعلان الرسمي لمدربه الجديد روفيرو. مسؤول في الاتحاد السلفيني لموقع بطولات النادي الأهلي أخبرنا بعدم موافقة على استدعاء جراديشار في أوروبا للشباب لأنه يحتاجه في كأس العالم للأندية، ولذلك لن يتمكن من الانضمام للمنتخب، ولن تكون هناك أي مشكلة، ولا ننوي التوجه للفيفا لحل الأمر. نحن ندرك موقف الأهلي، وهذا الموقف لن يؤثر على مستقبل جراديشار مع المنتخب. تريزيجيه ينضم للتدريبات الجماعية للأهلي يوم 28 مايو. خاص الأهلي يعرض على نادي زد خدمات رضا سليم وكريستو للدخول في صفقة بدولية مقابل الحصول على خدمات مصطفى العش. رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب يقرر صرف مكافآت استثنائية بقيمة 50,000 جنيه لكل لاعب في حالة التتويج ببطولة الدوري. سيد عبد الحفيظ عبر قناة ام بي سي مصر: الناس بتلوم الأهلي ليه؟ الناس المفروض تلوم اللي عمل اللائحة وبند عدم الطعن على القرارات. الناس دي لازم تلوم الأندية اللي وافقت على لائحة فيها بند زي ده. هي دي مشكلتنا في مصر، محدش بيبص على اللوائح ولا بيراجعها وبيعترض عليها. كاف يعلن إنه سيتم الكشف عن الهوية الجديدة لكأس دوري أبطال أفريقيا يوم الخميس القادم بحضور أساطير كرة القدم الأفريقية وناديين المشجعين صن داونز وبيراميدز، وبالتالي الأهلي يحتفظ بالنسخة الأصلية من دوري الأبطال مدى الحياة بعد قرار الكاف بتغيير شكل الكأس. رغم أن التعاون الأول على منصة فيفا تعلن على نفاذ جميع منتجات الآلة الرقمية خلال 10 ساعات فقط من طرحها للبيع، فيفا يعلن إقامة مباراة فاصلة بين لوس أنجلوس الأمريكي وكلوب أمريكا المكسيكي لحسم آخر المقاعد المتأهلة في كأس العالم للأندية بعد استبعاد كلوب ليون المكسيكي. ميدو: سيتم إنشاء تحالف بين إدارة الزمالك وبيراميدز خلال أيام، وذلك للوقوف أمام جبروت ونفوذ الأهلي، ولن نترك حقنا. بعد قرار الأهلي الزمالك تقدم بطلب رسمي لاتحاد كرة اليد للترشح للمشاركة في كأس العالم للأندية. المحكمة الرياضية الدولية ترفض شكوى الزمالك بشأن قرار لجنة التظلمات وعدم خصم 3 نقاط من الأهلي. رسميا صعود المقاولون ودجلة للدوري المصري، ومنافسة بين أبو قير للكهرباء والإسماعيلية لحجز المقعد الثالث. متبقي مباراتين فقط لكل فريق. أبو قير هيواجه ديروت وأسوان، الكهرباء هتلاعب المقاولون ومنتخب السويس. الإسماعيلي ينفرد بالمركز الأخير في الدوري بعد خسارته 2-1 واقترابه من الهبوط. مستني إيه بقى؟ اعمل شير ولايك عشان الأخبار توصل للجماهير اللي زينا، وما تقلقش الأخبار دي كلها صحيحة بنسبة 100%، وربنا يعلم التعب ده قد إيه، فما تستكترش علينا يعني لو حط لايك أو كومنت.